تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 5 أفراد تقوم بالسطو المسلح على مصنع الزئبق مع حجز 7.985 كيلوغرام من مادة الزئبق الفضي. العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بالسطو المسلح على مصنع الزئبق المتواجد بقرية الزاوية باستعمال أسلحة بيضاء وسرقة نظارات الزئبق الموجود داخل المصنع. على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة من أجل الإطاحة بعناصر هذه الشبكة ووضع نقاط مراقبة على كافة المسالك المحتمل العبور عليها. وفي ذات الصدد بعد تلقي المعلومات حول نقل كمية من مادة الزئبق من طرف نفس الشبكة الإجرامية لغرض بيعها، تم توقيف شخصين على متن دراجة نارية بإحدى القرى التابعة لمدينة عزابة. بعد تفتيشها تم العثور على قارورة سعة 1 لتر بها مادة سائلة رمادية اللون ثقيلة، وبالتنسيق مع النيابة لدى محكمة عزابة ومواصلة الإجراءات القانونية تم تحديد أماكن تواجد المشتبه فيهم الآخرين، ويتم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في نفس القضية.